اهلا بيكم على قناة البورصاجي. النهارده انا عامل الفيديو ده، عامل نموذج من النماذج اللي ممكن تشوفها في التريدينج، بيتكرر على الاقل مرة او مرتين في الاسبوع. فهنقعد نفصصه ونشوف ايه الخطوات خطوة بخطوة، وازاي تخش الصفقة، وازاي فين تحط الستوب لوز بتاعك وفين تحط التيك بروفيت بتاعك. موديل بسيط جدا، كل اللي محتاج تشوفه انك ترصد الخطوات اللي احنا هنتكلم عليها في الفيديو ده، وتشوف الدخلات هتخشها منين، ولو هنحب نحط ستوب لوز نحطه فين، والتارجت او التيك بروفيت تحطه فين. ف آه، خليكم معايا في الفيديو كده ونشوف. اول حاجه ان ده نمره واحد الشارت على الفايف مينتس. تمام. اول خطوه بتعملها انك ترصد منطقه كونسوليديشن. دي منطقه كونسوليديشن. يعني ايه منطقه كونسوليديشن؟ عشان الناس تبقى مركزه معايا، كونسوليديشن يعني منطقه البرايس عمال ياكيوميليت فيه. يعني ايه اكيوميليت فيه؟ يعني ما بيروحش في حته، برايس طالع نازل في نفس الحته، طالع نازل في نفس الحته، طالع نازل في نفس الحته. فهي دي كلها بيسموها كونسوليديشن، او البرايس ما خدش اي اتجاه، او اكيوميليت، البرايس عمال ياكيوميليت في نفس الحته. حلو. فدي اول خطوه انت بتركز عليها، او اول خطوه انت بترصدها في الموديل ده او في النموذج ده. حلو. طب بعد ما رصدت الكونسوليديشن، بتشوف البرايس بعد كده بيكسره بيروح في حته. يعني ايه بيروح في حته؟ يا اما بينزل تحت يا اما بيطلع فوق. تمام. طيب البرايس هنا في المثال ده راح كسر لتحت. كسر لتحت فين؟ الناس اللي حاطه ستوب لوز هنا كسرهم، او هانت الستوب لوز، الناس اللي حاطه الستوب لوز بتاعها هنا كسر الكونسوليديشن، نزل في الفير فاليو جاب دي. الفير فاليو جاب دي البرايس نزل فيها يعمل حاجتين. اول حاجه بيعمل حاجه اسمها مينابيليشن، بيتلاعب باللي داخل صفقات. يعني بيقول لهم ان انا نازل اهو، فالناس تبتدي تحط اوردراتها سيل 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 سيل. تمام. والنزول اصلا ليه هو نازلها؟ نازلها عشان يعمل ريبرايسنج في الفير فاليو جاب دي، او يعمل اعاده تسعير في الفير فاليو جاب دي. تمام. انت كل ده ما بتخشش، انت كل ده بتراقب. تمام. هقول لك امتى تخش بالظبط. فالبرايس نزل، عمل مانيبيوليشن، عمل ريبرايسنج في الفير فاليو جاب دي. وايه اللي حصل بعد كده؟ بوم لفوق. من هنا من هنا انت عرفت ان البرايس عمل حاجه اسمها accumulation. اوكي، عمل accumulation، بيسموها accumulation. وبعد كده عمل manipulation. يتفضل اخر جزء اللي هو الديستريبيوشن، التوزيع بعد كده. يعني عمل consolidation الاول اللي احنا حددناه ده، ونزل في منطقه مقنعه للسعر ان هو يعمل فيها ريبرايسنج. تمام. وهرجع للحته دي بالذات عشان الحته دي مهمه جدا. تمام. الفير فاليو جاب دي مهمه جدا، خصوصا الفير فاليو جاب اللي هي بتبقى واخده شكل اليو على طول دي. الفير فاليو جاب اللي واخده شكل اليو على طول دي، خلي بالك، دي بتبقى بيسموها كده باي سايد تراب. يعني طالما البرايس نزل ورجع في نفس الحته كده على طول، يبقى دي زي تراب كده، بيعملوا زي كمين كده للناس اللي داخله سيل. تمام. فدي برضو سيجنيفيكانت قوي انك تخلي بالك منها لما تشوفها في اي شارت، خصوصا لما تبقى على 5 مينتس او على اللو تايم فريم، وتلاقي النازله وطالعه في نفس الوقت كده على طول مع الفير فاليو جاب. يبقى انت كده هنا رصدت التو ستيبس، فاضل الستيب الاخير عشان هتخش فيها الصفقه بتاعتك. تمام. تمام. طبعا علشان تخش الصفقه بتاعتك انت لازم تشوف في كسره ماركت ستراكشر. يعني الماركت عنده الويلنج وكسر الاستراكشر وكذا وكسر الهيكله بتاعته، انه يطلع. يا اما عندك تارجت واحد وتارجت اتنين. تارجت اتنين ده على الهاي تايم فريم، ده كان فير فاليو جاب على الوان اور. بس التارجت الاولاني اللي انت عايز تشوفه ده. تمام. لان في ناس حاطه الستوب لوز بتاعها هنا. تخش الصفقه ازاي بقى يا معلم؟ خلينا بقى نقرب كده ونشوف الدنيا فيها ايه. تمام. كل ده احنا محددين منطقه الاكيوميليشن، وشفنا المانيبيوليشن نزل طلع على طول. زي ما قلت لك دي بتبقى تراب. اول حاجه عملها هنا تخلي بالك منها ان هو كسر ماركت ستراكشر. دي كسره ماركت ستراكشر. يعني ايه كسره ماركت ستراكشر؟ يعني السوينج دي على الفايف مينتس، شايف دي سوينج؟ يعني شمعه عندها هاي وجنبها شمعتين عامله لور لو، فعمل سوينج، كسر السوينج. كسرها. اول ما يكسر السوينج يبقى عينك هنا تبتدي تزغلل، عينك بقى هنا بتبتدي تبرق كده وتبتدي تهانت بقى. يعني ايه تبتدي تهانت؟ يعني تبتدي تشوف بقى هو البرايس كده عنده القابليه وعنده الابيليتي ان هو يخش بعد كده ثالث مرحله اللي احنا بنتكلم فيها في الموديل ده، اللي هي الديستريبيوشن. يبتدي اكسباند، يطلع بقى.
لان اول مرحله احنا شفناها اللي هي الاكيوميليشن، وبعد كده تاني مرحله شفناها المانيبيوليشن اللي هو التلاعب بالسوق، ونزل في حته مقنعه جدا بالنسبه لنا اللي هي الفير فاليو جاب دي، عمل فيها ريبرايس. كل ده انت ما بتعملش حاجه، تستنى تالت خطوه. ايه اللي يحصل؟ ان البرايس بوم مره واحده كسر ماركت ستراكشر. اول ما بيكسر اول سوينجايه هنا بتبقى عينك على الفير فاليو جاب. هنا في هنا فير فاليو جاب صغننه طبعا على ال 5 مينتس، هتلاقيها في الحته دي كده. دي كل دي فير فاليو جاب دي. البرايس بينزل يا البرايس عندها، وبعد كده بوم 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 يطلع على طول، ما بيستناش بقى. تمام. تمام. فاحنا دي كده دخلتك هنا. يعني لو عايزين ناخد انتري لصفقه، هتبقى الصفقه دخلتك من هنا. ولو هتحط ستوب لوزك، هتحط الستوب لوز بتاعك هنا تحت الوكايه دي، هيبقى هنا. ده كده ستوب لوز، ده كده الستوب لوز بتاعي هنا. دي دخلتي، حاطط التيك بروفيت الاولاني هنا، او هاخد بارشال هنا، والتيك البروفيت الكبير هيبقى هنا. تمام. تمام. لسه مش واثق في التريده، لسه مش متاكد اذا كان هيعمل كده ولا لا. طبعا ده ايرلي ستيج، يعني انت كده كسرت اول سوينج، فانت كده عارف ان ده ايه، الموديول اللي هو accumulation manipulation distribution شغال. طب انت لسه ما لحقتش الكسره دي، او ما لحقتش الفير فاليو جاب دي، هتستنى يكسر الماركت ستراكشر اللي ورا اللي هي دي. شايفين البرايس طلع كسر الماركت ستراكشر، وكل ده بوقت، كل ده داخل نيويورك سيشن، يعني مش في اي وقت، لازم يبقى في النيويورك سيشن كيل زون، اللي هي بعد فتحه نيويورك حوالي بنص ساعه. تمام. كسر الماركت ستراكشر، انت ما لحقتش دي، او طار، او انت لسه مش واثق في التريد انك تخشها من هنا. طب هتعمل ايه؟ هتروح مستني يكسر الماركت ستراكشر هنا. بص بيكسر ازاي، هتلاقي راح عمل لك برضه فير فاليو جاب، اللي هي فين الفير فاليو جاب دي. احنا ماشيين ستيب باي ستيب اهو. حلو. فير فاليو جاب، اول ما تشوف الفير فاليو جاب دي البرايس بينزل عندها، هروح داخل من هنا. دي الصفقه بتاعتي هنا من هنا. ما انا ما لحقتش اللي تحت، هاخد دي. هاخد دي واحط الستوب لوز بتاعي تحت الاوردر بلوك ده هنا. انا ماشي معاك خطوه خطوه بالظبط. التيك بروفيت بتاعي الاولاني هنا، والتيكت او بارتشال هنا، تقفل نص التريده هنا وتسيب تكمل، يا اما تاخدها وان سنجل شوت على طول. فدخلتك من هنا من الفير فاليو جاب على الفايف مينتس، حطيت الستوب لوس بتاعك هنا، تيك بروفيت واحد هنا، تيك بروفيت اتنين هنا. فانا ماشي معاك كده، يبقى هنراجع عليه كده بكل بساطة. اول الموديول ده ثلاث حاجات لازم تشوفهم. اول حاجة consolidation للبرايس، accumulation برايس عمال رايح هنا في نفس الحتة، عمال يروح ويجي في نفس الحتة. بعد كده تستنى تشوف البرايس اذا كان هيعمل manipulation او هيروح في اتجاه، الاتجاه ده مش حقيقي، او نزل في حته ريبرايسنج فيها. بعد كده تلاقي بوم مره واحده كسر ماركت ستراكشر. ادي كسرت ماركت ستراكشر، الاستراكشر واحد مع فير فاليو جاب، تخش منها الستوب لوز بتاعك هنا. ما لحقتهاش، حلو، هستنى يكسر ماركت ستراكشر ده. كسرها فعلا، ولازم يكسرها يعني يكسرها بغشوميه كده عشان يسيب لي فير فاليو جاب اقدر اخش منها. شفتها؟ فير فاليو جاب هنا اهو، عشان انا احط الستوب لوز بتاعي هنا، واحط التيك بروفيت بتاعي هنا، واخر تيك بروفيت على الهاي تايم فريم هنا. فالموديل ده بيتكرر صدقوني تقريبا مرة مرتين في الأسبوع، مش في اليوسات بس، في اليوسات، في الفوركس، في الجولد، في أي حاجة، في أي شارت هتلاقيه موجود، وبيتعمل على على كل التايم فريمز، على الديلي وعلى الفايف مينتس وعلى الفيفتين مينتس. انت بس تبقى عينك بترصد الخطوات دي، لان اول ما عينك بترصد الخطوات دي انت بتعرف بعد كده تختار التريده بتاعتك. فأتمنى يكون الموديل سهل وبسيط. اللي عنده أي حاجة يكتب لي في التعليقات. بشكركم وإلى اللقاء.